معلقة واحدة بتحطها على المية مرتين كده في الأسبوع. من بتخلي البط والفراخ ما شاء الله ما يجيلهمش أي أمراض تنفسية ولا معوية. بتخلي الفراخ والطيور برضو يكبروا معاكي بسرعة وهم لسه صغيرين وهم لسه في مرحلة التأسيس. احنا هنا بنأسس طيور صح من الأول خالص، فلازم نتعامل معاهم صح. طبعا ده البط المسكوفي الخليط بتاعنا، ومعايا الفراخ الفيوم الدهبي والرز للتسمين. فلازم كده ان انا اتعامل معاهم بالطريقة دي علشان يكبروا معايا، علشان يدوني انتاج فيما بعد. طبعا بحط المعلقة دي على المية، يعني وهم لسه كده من اليوم الرابع. ممكن احطها 3 ايام، الرابع والخامس والسادس ورا بعض، بحيث ان هم ما يجيلهمش اي اسهالات، ما يجيلهمش اي امراض، بتكون حلوة. طبعا جربتها للفراخ قبل كده، فما شاء الله الدورة عدت معايا على خير. فحبيت بقى ان انا اتعامل للبط كمان كده، خصوصا ان احنا في فصل الصيف، ودايما الطيور في فصل الصيف بتتعرض للمشاكل للاسهالات وللامراض من درجة الحرارة العالية. فاهم حاجة طبعا في الفترة دي ان انت تظبط لهم التهوية والتدفئة وهم صغيرين. ما تربيش الطيور في مكان وله مكتوم وله حر عليهم، مكان يكون طراوة يعني. وطبعا نوع العلف لازم يكون نوع العلف حلو. انا هنا باكلهم علف 23%، وما بغيرش لهم العلف، علشان كده ما شاء الله الطيور بتكبر من غير اي مشاكل. نوع العلف هو اللي بينجح دورة الفراخ معاكي مع التهوية والنظافة باستمرار ليهم، الارضية تكون ناشفة خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبيت ان انا اصور معاكم بقى دورة البط والفراخ دي زي ما احنا متعودين يوم بيوم كده بننزل لها فيديوهات. فايه هي بقى المعلقة؟ ده طبعا الكيس اللي انا جبته من البيطري، كنت جايباه كده للفراخ، والكيس لسه موجود فيه، فحطيت للبط، فما شاء الله مخلي البط حلو جدا معايا. ده طبعا كوليفين، ده مضاد حيوي معوي. بتجيبيه من البيطري كده، حط لهم كده 3 ايام او يومين ورا بعض ليهم وهم لسه تقدر ان انت تحطه لهم كده من اليوم الرابع والخامس والسادس. طبعا ما شاء الله بخلي الطيور حلوة جدا معاكي. طبعا الطيور دي كده النهاردة اليوم السابع، فانا حطيت معلقة كده ليهم على السقاية. انا بتعامل للبط وهو صغير كده بالسقاية اللي هي صغيرة، بحيث ان انا اغير لهم المية باستمرار، ما تكونش المية قدامهم سخنة زيادة عن اللازم. فما شاء الله يعني الطيور بتلاقيها كبرت معاك على طول. دايما نضفي السقاية باستمرار ليهم، جدد المية قدامهم في الصيف، ما تخليش المية قدامهم فترات طويلة. اغسلي طبعا السقاية اول باول، علشان بيكون فيها كده بتكون السقاية من العك بتاع البط كده، بتلاقيها مريمة كده من جوه، عاملة كده المادة اللي هي بتكون لزجة كده. يعني عشان تعقمها، عشان الطيور بتاعتك ما يجيلهاش اي امراض. بالنسبة بقى للعلف برضو ما بكترش العلف ليهم في العمر الصغير. ممكن احط لهم ربع كيلو من العلف في الوجبة، لما يخلصوه كده اول باول، احسن لما تسيبيه قدامهم للنهار. ممكن اكلهم مرتين في اليوم. ممكن اشيل العلف من قدامهم في فترة الظهرية، بعد الظهر برفع العلف من قدام الطيور في الحر اللي احنا فيه ده. المية هي اللي بتفضل نظيفة قدامهم باستمرار للنهار، علشان ما يتعبوش منك. ما ترفعيش المية خالص من قدام الطيور في الحر، سيب المية قدامهم يشربوا. طبعا في الصيف بتكون السحبة على المية اكتر من العلف. فانا هنا اكتر وقت البط والفراخ بياكلوا فيه هو فترة في الصيف، فترة الليل من بعد المغرب الجو بيبتدي ان هو يطر كده، فالطيور بيكون عندها اقبال على الاكل. وبرده من الفجرية كده، من اللي هي الفترة اللي هي بالليل الجو بيكون طراوة حلوة جدا ليهم لحد قبل الظهر بشوية كده. بعد كده بقى بتلاقي فترة من بعد الظهر ودرجة الحرارة بتكون عالية، بتلاقي الطيور ملهوفة كده على المية اكتر من ان العلف ما بتاكلش. فانا هنا في الوقت ده بقوم رافعة من قدامهم العلف، عشان كده اما برجع انزل لهم كده الاكل بياكلوا وبيملوا الحصالة بتاعتهم، البط او الفراخ. فالاكل بيبان عليهم. الناس اللي هي بتشتكي ان الطيور ما بتزيدش في الصيف،
لانك انت بتسيبي قدامهم العلف ليل نهار مع درجة الحرارة العالية، فبالطبيعي ان هما مش هيكون عندهم سحب على العلف. انما لما تجوعي وترجعي تأكلي فبيملوا الحصالة وبيبان عليهم الأكل، بتحول على جسمهم لحم على طول. وطبعا نوع الطيور اللي انت بتربيها لو النوع بتاعهم حلو برضو بيتعدي معاكي، ومعدل التحويل عندهم بيكون عالي، والبطة بتكون تقيلة في ايدك، الفرخ بيكون تقيل في ايدك. اهم حاجة الطيور اللي انت بتربيها تكون فرزة اول، حركتها حلوة. الحركة بتاعت الطيور مع العلف مع النظافة ده بيخليهم يكبروا معاكي بسرعة جدا جدا. فانا هنا حطيت لهم بقى المعلقة دي النهاردة كده على المية. ممكن تعملي لهم كده مرتين في الاسبوع. الكيس ده يعني مش يعتبر غالي ولا حاجة، ب10 جنيه. تجيبيه كده من البيطر وبتحطوه لهم على المية، حلو جدا ليهم. ممكن تحطوه يومين ورا بعض، ممكن تحطوه مرتين في الاسبوع. فالدورة بتنجح معاك وبتكبر معاك على طول. يا ريت كده لو انت لسه موجودة كده معايا لحد الآن من الفيديو ولسه ما عملتش لايك، يا ريت تعملوا كده لايكات. عايزين نوصل الفيديو ده ل200 لايك بحيث ان هو يتشاف، وعلشان كمان نشجع ان احنا نكمل معاكم الدورة يوم بيوم. طبعا شايفين الفراخ مش يعني عمالة تسحب وتاكل في العلف ليه؟ التجويع حلو جدا ليهم. جوعي شوية وانزلي ليهم بالعلف، هتلاقيهم كده بيسحبوا فيه، غير لما تسيبيه قدامهم ليل نهار فبالتأكيد هتلاقيهم بعدوا عن العلف كده ومفيش أكل ولا في أي حاجة. بسم الله ما شاء الله. أهم حاجة طبعا التهوية والنظافة في نفس الوقت في العمر الصغير ده.